بعد 10 سنين اكتشفت ان جوزي متجوز 15 واحدة ومخلف 19 ولد. اكتشفت ازاي؟ دي قصة كبيرة جدا يطول شرحها. المهم، في اول الفيديو ياريت تحطوا لايك وتشتركوا في القناة. مش عارفة اقولكوا ازاي القصة بدأت ازاي، بس هي كانت قصة مأساة. متوقعتش منه الخيانة توصل لكده. كان متجوز في السر من غير ما حد يعرف، يتجوز ويطلق يتجوز ويطلق، لعند في يوم اكتشفت الموضوع ده. وايه هو؟ لما رحت عملت قيد عائلي، المصيبة ان انا لقيت 19 اخ لابني. الموضوع ده بالصدفة جدا. انا كنت محتاجة قيد عائلي، وكنت عايزة اطلع قيد عائلي عشان بخلص حاجة معينة كده. وبعدين ايه، طلبوا مني ان انا اطلع كده عائلي، فقلت تمام. رحت عشان اطلع الكده العائلي لقيت الكارثة الكبيرة. هتقولي بتضحكي؟ اقولك اه، ما همي يضحك وهمي يبكي. طب اعمل ايه؟ والمشكلة ان هم ما كانش بيبين كل ده، او كان تقريبا كنت حسيت ان في حاجة مش مظبوطة، يعني كنت تلاقي الطلبات بقى كلها بتتجاب. خايف هتزعل. مش عارفة ايه. مرة واحدة كده حسيت ان هو في حاجة غريبة، بس ما توقعتش ان كل شوية يتجوز ويطلق يتجوز ويطلق، ولو بيخلف وبيسجل العيال ما شاء الله. طيب، انا عملت ايه؟ كل اللي انا عملته ان انا طلبت الطلاق واتطلقت وسبت له البيت ومشيت. طب ما انا مستنية ايه؟ هستنى ايه اكتر من كده؟ المرة الجاية هيحصل ايه؟ انيل وادل من اللي انا شفته. فقلت ما بديهاش. هتقوليلي مسالمة؟ هقولك انا شفت كتير. خلاص ما بقاش عندي ردة فعل لأي حاجة. طلبت الطلاق واتطلقت فعلا، وسبت البيت ومشيت وخدت ابني ومشيت. المصيبة ان هو في كل مرة، يعني 19 عيل دول هيبقوا ولاد ابني، اخوات ابني ازاي يعني؟ ذنبه ايه عشان يلاقي كده، يلاقي ابوه بالمنظر ده؟ كل اللي انا قلته حسبي الله ونعم الوكيل، واكيد ربنا هيرد لي حقي في يوم من الايام. دي كانت مشكلة واحدة بعت المشكلة ديت وبتقول قولولي هل انا اتصرفت صح كده ولا غلط؟ طبعا. انا بقى هنا ايه، نزلت انا قلت لكم المشكلة وانتوا بردوا عليها. وانا من رأيي ان ده الكلام اللي كان المفروض يحصل، وان هي كانت اتطلقت من اول ما عرفت، ما كانتش استنت كل ده. وربنا يعينك على الحياة اللي انت داخلاها، ويقدرك على ابنك ومتابعتك ليه. انا بقى هنا نزلت الشتاء نزلت الشتوي كله، هدوم الشتوي كلها وطبقتها وحطيتها بقى في الدولاب. وبعدين نسيت احط معاكم الترنجات بتاعت الشتاء، كانت محطوطة على جنب وانا ما خدتش بالي منها. طلعت بقى الهدوم الصيف كلها، وكنت غاسلة كمان غسيل، فلميت كله بقى كده وطلعتهم فوق. شلت الحاجات اللي انا مش محتاجاها، وقلت يعني تطلع لله، لان طالما هي صغرت ومش محتاجاها بلاش اخزن على الفاضي وخلاص. يعني ان الواحد يفضل يخزن كده على الفاضي ملوش لازمة. فاول باول كده الحاجة اللي ما تبقاش، اللي تبقى صغرت على ابنك او بنتك، حاولي تطلعيها لله، في ناس كتيرة محتاجة. فطبعا عملت شنطة كده ما كنتش محتاجة اللي فيها، وبإذن الله اطلعها اكمل برضو فرز الدولاب عندي بتاعي، وبقى اطلعهم كلهم لله، وكلنا بنساعد بعض. طبعا كل اللي هيلاقي كل اللي يتفرج على الفيديو ده هيستغرب، يقول اللحفة ايه اللي انتم مطلعاها دلوقتي؟ لا، هي اللحفة ديت انا هقول لكم حكايتها كانت ايه. طبعا اللحاف ده انا جايباه ب125. ايوه زي ما بقولك كده، اللحاف ده جايباه ب125. ازاي وفين وليه؟ هقول.
الاول خلينا ننفض كده الشباك، وانا كنت منفضاهم طبعا، بس قلت اديهم تنفيضه كده بسيطه كمان، وانفض المراتب وكده. وهبقى اقول لكم ايه فكرة اللحاف دي جت ازاي. دي كانت بالصدفة كده جت قدامي، فقلت فكرة يا بيت يا شيماء، إيه يعني ما اجدد اللحافة واظبطها. هبقى اقول لكم طبعا اللحافة ديت عبارة عن ايه. هبدأ بقى ألمع هنا الخشب واللي بتاع. كان أهم حاجة عندي وكان هم تقيل إن أنا أطلع طبعا اللبس الشتوي لمحمد، عشان الجو بدأ يبرد، وكمان دخول مع المدرسة الصبح، فالجو بيبقى ساقع عليه الصبح، وأنا هنا الشقة عندي بتبقى دوما ساقعة. فقلت بقى ايه ما بدهاش، يلا يوم النهارده الجمعة، ومش عارفة الفيديو ده هينزل لكم يوم ايه، لا السبت للحد، ربنا يعيننا يعني. المهم بقى ايه، انا قلت هنفض كل السراير كلها مرة واحدة. وبعدين ايه هبقى اقول لكم بقى حكاية اللحفة ايه. خلي بالكم هي اللحفة دي مش تقيلة بمعنى التقل اللي انتم متخيلينه، كمان هي مش فايبر، عشان نبقى ايه واضحين كده، هي ولا تقيلة ولا فايبر. هقرب لكم الكاميرا دلوقتي وافرجكم عليها وتقولي رأيكم، هل انا كنت كده صح لما عملت كده، ولا غلطت وكنت اشتريت ووفرت. هلمع برضو السرير التاني واقرب لكم الكاميرا وقولولي. كمان عايزاكم تردوا على المشكله اللي انا قلتها لكم، هل هي كده صح ولا كانت تصبر وتقولك انا عايشه وضل راجل ولا ضل حيطه. جيب بقى الملايات ونفرش كده، واجي افرش لكم اللحاف واوريهولكم من على الارض. وعايزه اقول لكم في الدقيقه ديت ان انا ببقى مفتقداكوا جدا. ببقى لما ما بصورش كده ولا وانزل فيديوهات واتكلم معاكوا، والله العظيم ببقى مفتقده جدا. ايوه، رغم ان انا فعلا القناه واقعه عندي وما بجيبش مشاهدات وما بجيبش اي حاجه، بس والله لما بطلع كده واتكلم معاكوا يا سلام، بحس يعني ان انا ليا، حتى لو كان في مشاهده او اتنين والاقي كومنت واحد، والله بفرح جدا لما بلاقي الموضوع ده. تمام. اكتر حاجه بقى عايزه اقولكوا قبل ما اقولكوا على اللحاف، اقسم بالله انا قاعده مع الجزمه اللي اسمه محمد ده معصبني، ما بيسمعش الكلام، معصبني جدا. هقول له امسح الكلمه دي، انت بتستفزيني، انا هقطع الكتاب. مجرد اللي انا بعلمه الصح والغلط مش عايز يتعلم الصح والغلط، والله العظيم حاسه ان انا مش عارفه ممكن اعمل فيه ايه. الواد ده غبي مش راضي يسمع كلامي. المهم ده اللحاف ده القطن بتاع زمان جدا. اللحاف ده بتاع زمان جدا، بتاع جدتي وامي ويعني زمان جدا. فاللحاف ده بقى ايه، كان ماما ركناه على طول في الخزنه بتاعه السرير. فانا قلت ايه فرصه ان الكفر ده عباره عن كفر، الكفر لوحده ب125 جنيه، وكان عليه عرض. بعدين ايه انا قلت فرصه، جه في دماغي ليه ما احييش اللحاف بتاع ماما، بدل ما اروح اشتري لحافه فايبر جديده، وبعد الزياده اللي احنا بقينا عايشين فيها ديت، الحاجه زادت بالنص يعني. فقلت ليه ما احيي اللحاف. وفعلا رحت اشتريت الكفرات ديت ودخلت حطيت اللحاف فيها، وماما خدتها لي كام غرزه كده من الجناب عشان اللحاف يثبت، انه طبعا مش فايبر، فاللحاف مش ثابت. رايح فين؟ وبعدين ايه فجبتهم الاتنين ب250 جنيه وكده، احييت لحافين، بدل ما كنت رايحة اشتري لحافين فايبر ب1000 جنيه تقريبا او 1000 فقلت ليه، وبدفوا جدا جدا جدا، وكمان مش تقال يعني، مش لحاف قطن تقيل جدا، لا من القطن اللي هو الخفيف بس جميل. فقلت فرصة بدل ما اروح اشتري غيره. ومن وقتها من ساعة ما فرشتها بقى بعدين حطيتهم كده على السرير. انا بصراحة انا اللي بتغطى بيهم يعني، حسيت ولا انا محتاجة بطانية ولا هحتاج دفاية اتغطى بيها ولا اي حاجة. هتقولي طب الجو مش محتاج، وهو فعلا الجو مش محتاج ان انا اتغطى بيها دلوقتي الا بحاجة يعني بدفاية او حاجة بسيطة.
بس عايزه اقول لكم انا مش بحس بيه وانا متغطيه والله. وبعدين الواحد بيبقى نايم فببقى قايمه بقى متدفيه خالص جدا. فاللحاف ده قولوا لي انا شاطره وان انا احييت اللحفه ولا كنت اشتريت. انا حسيت ان انا احييتهم وبقى عندي الحفه قطن 100%. يعني وقت الشتا ما يخلص افك الكفر واغسلهم واظبطهم وارجعهم زي الفل تاني. لميت بقى الغسيل وقلت يلا ما احط دورة غسيل. طبعا عندي غسيل كتيرة جدا، فقلت ايه هاخدهم كده على اجزاء. جمعتهم كلهم وقلت هاخدهم بقى ايه دورة في دورة في دورة كده لغاية ما اخلصهم ان شاء الله على مدار اليومين الجايين. حطيت هنا دورة الغسيل وايه وقلت يا دوب خلينا بالكوفرتات والملايات. فقلت اكتفي بقى بالملايات، الملاية بتاعت الاطفال مع 2 دفاية بتاعت برضو الاطفال. وقلت ايه كفاية على الغسالة كده، هتاخد لها دورة اللي هي الساعة او الساعة الا ربع، ان هم اصلا نضاف ما فيهمش اي حاجة. فقلت هحطهم كده ياخدوا دورة، وبعدين بقى ايه ابدأ اكمل برضو باقي الملايات عشان يبقى الحمل مش تقيل على الغسالة. هبدأ بقى اظبط التايم بتاعي واظبط الاتجاهات وابدأ اشغل الغسالة. يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم ويكون الفيديو جميل ويكون استفدتم من حاجة، انه انتوا تقوموا تتشجعوا كده وتنزلوا لو انتوا لسه ما نزلتوش الشتوي، وتنضفي شقتك كده وتظبطيها. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.